السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شاء الله كده هنعمل نسلق ورق العنب. تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نحطه يا دوبك ياخد بس يغير اللون. تمام تمام. هنا أنا جبت ورق العنب، قعدت قطعت العروف بتاعته دي. هطلعه هو غلوة واحدة يا جماعة، ياخد لون بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكون واحد بقى فيه معلقة واحدة كده هتخليكي تحشي 10 كيلو ورق عنب في ثواني والله. هي بقى الا وهي بقى معلقة الزيت يا جماعة، معلقة زيت بس واحدة. وهنا بقى حطيت في الطاسة معلقة ملح، معلقة ملح صغيرة مش دي كمان يعني. معلقة ملح انا حطاها في علبة التوابل يعني. اخد وقت؟ ما خدش وقت اهو. ولازم ورق العنب يا جماعة بيتسلق بقى في في حاجة محكمة، يا حلة صغيرة يا طاسة صغيرة، عشان ما يتفككش منك، عشان لما تيجي تحشيه تلاقيه بالرصة بتاعته. حلو حلو زي الفل. وما خدش وقت معانا، يا دوبك بناخد يغير اللون بتاعه اللي احنا شاريينه بيه. اللهم بارك بألف هنا وشفا يا رب لله ياكل زي الفل. ولا بياخد سوا ولا حاجة. انا هنا بسلقه في الطاسه ليه؟ عشان لازم يبقى حاجه محكمه، يا حله صغيره يا طاسه. فانا بقى استسهلت الطاسه اللي هي بنقلي فيها البطاطس طعميه. يعني على فكره مخليه طاسه مخصوص لقليه السمك، رغم ان الواحد بيغسلها حلو الحمد لله. ومواعين السمك بالذات بحط حبه خل في المعلومه بسيطه بس مفيده. بحط معلقه، بحط حبه خل مش معلقه، بحط بالازازه كده حبه خل مع الصابون السائل. ما يخليش ريحه زفاره للمواعين خالص. بس انا الطعميه والبطاطس لازم نخلي لهم طاسات مخصوصه. ادينا سلقنا اهو. جربي كده تحطي معلقه الزيت فيه وتفرجي بقى، هتلفيه في ثواني. في ناس بتقول تقيل ومش عارفه ولا هو تقيل ولا حاجه، يعني الواحد بيقف يعمل الاكل، ما احنا اللي هناكله. مفيش حاجه بتبقى تقيله على الواحد يعني، طالما الاكل هيتاكل كده بألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. سلقت اهو. خد وقت يا جماعه؟ ما خدش وقت. وطفيت البوتاجاز كمان اهو. وما تنسيش تحطي معلقه الملح. انا حاطه معلقه ملح اللي هي بتاعت حطيت وصبنتها عشان بصبن اول باول يا جماعه. المعلقه دي بس مليها ملح. بحط انا معلقه الملح في التوابل. هي جنب اهي وريتها لكم. بملاها ملح وبحطها في الطاسه. ومعلقه الزيت دي اللي هتخليه لك بقى ورق العنب ده ما يمسكش ببعضيه ومفرفط من بعضيه، واسهل من ورق الكرنب كمان هتحشيه والله. تمام تمام. وبألف هنا وشفا يا رب اللي هياكل. واترككم في رعايه الله وامنه.